نكون في مكان اثري مهم جدا 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 ومعلم حلو وقصر حلو جدا يا جماعه، موجود في مدينه القاهره وبالتحديد في حي الزمالك. المكان بتاعنا النهارده وبطل حلقتنا النهارده هو قصر الاميره عائشه فهمي. تعالوا النهارده مع بعض نروح ندخل قصر العائشه فهمي، نزوره ونعمل جوله سياحيه كده سريعه جوه القصر، ونتعرف مع بعض على معالمه الاثريه من جوه ومن بره، ونعرف مع بعض تاريخ القصر، ونتعرف على صاحبه القصر هي مين بالظبط. تعالوا بينا مع بعض نبدا جولتنا النهارده. قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه، وكمان تفعلوا لي زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا مع بعض الجوله بتاعتنا النهارده. المكان اللي هنروح نزوره النهارده مع بعض يا جماعه مكان بيعتبر من اهم الاماكن والمعالم الاثريه والتاريخيه اللي موجوده في مصر، بالتحديد طبعا في مدينه القاهره، وبالتحديد اكتر في حي الزمالك، وموجود مباشره على النيل في مدخل محور 26 يوليو. المكان ده حبايبنا الغاليين هو زي ما قلنا في بدايه الفيديو قصر الاميره عائشه فهمي. الاول يا جماعه مين هي الاميره عائشه فهمي؟ تعالوا مع بعض نتعرف عليها. الأميرة عائشة فهمي يا جماعة هي أخت علي باشا فهمي، وده كان كبير يوران الملك فؤاد الأول. وكلمة يوران علشان اللي ما يعرفش معناها هي كلمة أصلها تركي معناها مرافق شخصي، وكمان بتعتبر رتبة عثمانية بتعني رئيس حرس الأمير أو الملك. قصر الأميرة عائشة فهمي بناه علي باشا فهمي سنة 1907 ميلادية على الطراز الكلاسيكي، وكان الكلام ده على ايد المهندس الايطالي انطونيو لاشاك. لكن بعد وفاة علي باشا فهمي اشترت الاميرة عائشة فهمي نصيب اخواتها في القصر علشان يكون ملك لها لوحدها، وده كان بمبلغ 72 ألف جنيه دفعتهم لاخواتها علشان تخلص باقي حق القصر لها لوحدها. الكلام ده كان في 6 مايو سنة 1924 ميلادية. ما شاء الله يا جماعة، انتوا متخيلين المبلغ 72 ألف جنيه سنة 1924؟ متخيلين مبلغ زي ده وضعه كان عامل ازاي؟ يعني انا بيتهيألي بيعادل ملايين في وقتنا الحالي. وكمان في معلومة حابب اقولها لكم، ان الاميرة عائشة فهمي اتجوزت في الوقت ده من الفنان الراحل اللي كلنا عارفينه يوسف وهبي، اللي طبعا وقتها برضو كان واخد لقب البكوية زي ما احنا عارفين، وعاش معاها في القصر حوالي 6 سنين. وتوفت الاميرة عائشة فهمي سنة 1962 ميلادية. تعالوا بقى ندخل القصر من جوه ونشوف تفاصيله، ونتعرف مع بعض على الأماكن والمعالم الأثرية داخل القصر. القصر يا جماعة عبارة عن دورين. الدور الأول بيتكون من 6 غرف وهول كبير أو صالة كبيرة. موجود في منتصف الصالة دي تمثال بيطلق عليه تمثال المفكر، وفيها عدد مختلف من اللوحات، منها لوحة عازفة القيثارة ولوحة أطفال في حالة رعب من كلب. وال6 غرف اللي موجودين في الدور الأرضي يا جماعة أو في الدور الأول زي ما قلنا متقسمين على 3 غرف ناحية اليمين و3 غرف ناحية الشمال. ال3 غرف اللي على ناحية اليمين بيطلق عليهم غرف صيفية، أما ال3 غرف اللي موجودين على الجهة الشمال فدول غرف شتوية. الغرف الصيفية يا جماعة بيطلوا على النيل مباشرة، وبيتعرض فيهم لوحات لفنانين أجانب، ولوحة لموقعة حربية، ولوحة لتمثالي ممنون. أما ال3 غرف التانيين واللي على الجهة الشمال ودول غرف شتوية زي ما قلنا، أولهم غرفة البلياردو، ودي لها طابع أثري وبتتميز بالدفايات التراثية ونقوش في السقف، وأرضيتها مصنوعة من الباركيه المشغول.
اما في الدور العلوي واللي موجود قدامنا ده يا جماعه، فاول ما تطلع هتلاقي على شمالك الغرفه اليابانيه، ودي اهداها السفير الياباني للاميره عائشه فهمي لما جه زارها في مصر في القصر بتاعها. والغرفه يا جماعه مبهره جدا، وبتتضمن نقوش يابانيه ومصابيح يابانيه، وكمان بتتميز بوجود تمثالين موجودين على جانبي الغرفه مطليين بالذهب، شكلهم حلو جدا ومتزخرفين بطرق ملفتة للنظر. بصراحة يا جماعة حاجة في منتهى الروعة، بسم الله ما شاء الله. كمان بنلاقي في الدور العلوي ده او الدور الثاني غرفة الملابس الخاصة بها، وكمان هنلاقي غرفة الحمامات اللي اتميزت يا جماعة بوجود السخان الغاز اللي كان صعب ادخاله جدا في الوقت ده، وده بيدل على مدى الرفاهية اللي كانت بتتمتع بيها الأميرة عائشة فهمي في الوقت ده. يلا بقى هسيبكم في جولة سريعة في أنحاء القصر تتفرجوا على الزخارف والمعالم الأثرية الموجودة داخل قصر الأميرة عائشة فهمي، يا رب تعجبكم. وبكده يا حبايبنا الغاليين بتكون جولتنا النهارده خلصت من داخل قصر الاميره عائشه فهمي بحي الزمالك بمدينه القاهره. يا رب اكون قدرت امتعكم بفيديو حلو وظريف، تكونوا استمتعتوا معانا بالجوله داخل القصر، وكمان اكون قدرت افيدكم بمعلومات تاريخيه ولو بسيطه عن تاريخ القصر والمعالم الاثريه الموجوده جوه. يا رب اكون قدرت امتعكم وافيدكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده، ونزور مع بعض مكان جديد من اماكن بلدنا الحلوه. وقبل ما اختم يا جماعه ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.